الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائل يقول: هل يجوز لي أن آخذ أبي وأمي إلى العمرة بدون علم زوجتي، لأنها لو علمت لغضبت؟ تروح تخبط راسها مع الحيط. تسمع وش أنا نقول لك؟ تروح تخبط راسها مع الحيط وتيجا قلقني بهذا السؤال. عندك باباك ويماك تديهم للعمرة وراك خايف من مرتك، خايف من مرتك لأنها لو علمت لغضبت. الله يسهل عليها، الله يسهل عليها. عندك باباك واحد ويماك وحده، وربي ما قالش طيعوا نساكم، قال طيع باباك ويماك. سيدنا رسول الله ما قالش الجنة تحت أقدام الزوجات، قال الجنة تحت أقدام الأمهات. يماك تديها للعمرة وما تديهاش بالتخبية، تزغرتوا عليها، ديروا عليها الزرنة كاع. يا سبحان الله. وإلا يجوز لي ندي بابا ويما للعمرة بالتخبية بلا ما تعلم مرتي، لأنها لو علمت لغضبت. تروح تغضب. المرأة الصالحة، المرأة الصالحة لو كان تعرف راجلها راح يبعث باباه ويماه للعمرة، يا وتفرح بيه وتولي تزوخ بيه وتتصل بيماها وحباباتها وجيرانها. راجلي راح يبعث باباه ويماه وتبارك له، وهي اللي دير الكاطو ودير الفيس التونسي وتعطي الشيخه ولعجوزتها وتوصلهم مع راجلها الى المطار. هذه اللي نقولها لالا، وهذه اللي نتحيلها، وهذه اللي بسببها يصب الشتاء، وبهذه اللي ربي وحافظ هذه الامه. اما خايف من مرتو، يا ودي حففتوا سلاغمكم على بها. وإلا يجوز لي ندي بابا ويما للعمرة لأن مرتي تزعف. الله يعوذ بالله، يعوذ بالله. واحد الراجل يماه تقول له: يا وليدي راني متشهية حبة تفاح، حبة تفاح. والله العظيم يروح يديرها حبة يخبيها في جيبه، وبين يماه ومرته، يعني بين دار يماه وداره هو، يا وجيب 20 كيلومتر، يروح بتخبي على مرته ويدخل عند يماه، ومن بعد يديها للبيت. يا يما غلقي الباب، يا يما غلقي الباب، تغلق الباب ويثبت حبة تفاح ويشوف منه من هكا الرعب في قلبه. ومن بعد يجبد تفاح، يا يما هاكي بالك تقول لمرتي، بالك تسمع، بالك تحكي. لو كان تسمع يدير لي حالة. هذا تحرر به انت فلسطين، هذا تحمي به الجزائر، هذا يوقف غدوان. لو كان يجي استعمار هذا يحمي الجزائر. حبة تفاح خايف يديها لمرته، خايف يديها ليماه، خوفا من زوجته. حسبنا الله ونعم الوكيل. على بها الاخر قال لك 30 سنه هي تعطي فيه بالمطرق، ومن بعد قال لي واش ندير. 30 سنه مطرق ومن بعد قال لي واش ندير. ادي باباك ويماك للعمره وديهم قدام ربي وعباده، ما همش يسرقوا، ما راكش تسرق. اديهم مباشره قدام الشعب وقدام ربي وعباده. عجبها الحال اللهم بارك، ما عجبهاش اخدم لها عصا تخبط عليها راسها. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب اسمح لنا واش نديروا، يا رب اغفر لنا، يا رب اسمح لنا الظلم نتاعنا لوالدينا. راجل يخمم باش يدي باباه ويماه للعمره، تقول روح يدير المنكر. المنكر قال لك تسمع تزعف، ولو كان تسمع به بالك خبطها في تبرنات عدو راس.